ازاي تقوي مناعتك لدرجة ان الفيروسات تخاف منك؟ للأسف كلنا عارفين الإجابة ومع ذلك حياتنا مش بتتحسن، ولسه بيجيلنا دور البرد اللي بينيمنا في السرير. نصايح بنسمعها كل يوم: كل أكل صحي ومتوازن من فواكه وخضروات وألياف وحبوب كاملة وبروتين، واتمرن على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع، ونام كويس من 7 ل 9 ساعات، واشرب مية وسوائل بكميات كافية، وقلل الضغوطات والاسترس اللي عليك، وطبعا نزل وزنك ووقف تدخين. بس بجد للأسف جزء كبير من المحتوى الطبي ممكن نلخصه في العشر ثواني اللي فاتوا. أنا مش هقول إنهم غلط، بس مش ده اللي أنا جاي أقوله النهاردة. أنا جاي أقول لك نصايح مهم جدا تبقى عارفها وإنت داخل على دور البرد، وعدم معرفتك بيها مش بس ممكن يقلل مناعتك ويأخر التعافي، لأ ده أنت كمان ممكن تخرج من دور برد صغير بأمراض مزمنة ومشاكل صحية تعيش معاك العمر كله. وهنعرف كمان شوية إزاي نتجنب إن ده يحصل. بس تعالوا الأول كده نشوف السيناريو ده. أحمد شخص طبيعي جدا، مش بيعاني من أي أمراض مزمنة، وفي أول يوم بدأت درجة حرارته تزيد بشكل بسيط، بعدها بدأ يجيله ألم في الحلق مع احتقان وكحة خفيفة وشوية ألم في الجسم. فمراته أو زوجته حاولت معاه إنه يروح للدكتور، بس هو طبعا كراجل عارف هو بيعمل إيه، افترض إنه دور إنفلونزا وهيروح لحاله. تابعوا معايا للآخر عشان أقول لكم الأعراض اللي لازم لو جات لك تروح للدكتور. أحمد أخد شوية مسكنات وحاجات للبرد وبخاخ عشان يفك الأنف، وكوباية بقى ليمون بالعسل بالزنجبيل، ونام عشان يصحى بكرة يروح الشغل. الأعراض كانت بتخف شوية وترجع شوية، وعلى اليوم الرابع الحرارة كانت مستمرة والإرهاق والتعب بدأ يزيد، وجاله إحساس كده كتمة في الصدر وضيق نفس لما يجي يبذل مجهود بالذات. وعشان هو متفائل شوية افترض إن دي من أعراض البرد وهتروح لما دور البرد يخلص. بعد ما عدى أسبوع الحرارة بدأت تخف شوية، بس ضيق النفس لسه موجود، وجاله كمان خفقان وألم في الصدر. ساعتها بقى قرر يروح أخيرا يكشف. وهنا كانت المفاجأة: أحمد جاله 2 من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بأدوار البرد. أول حاجة هي الالتهاب الرئوي البكتيري أو سكندري بكتيريال نيومونيا، وده حسب هيئة مكافحة العدوى الأمريكية إنه عرض شائع جدا وخطير، وبيجي مع أدوار الإنفلونزا والبرد اللي مش بتتعالج بدري. والمشكلة دي بتحصل لأن فيروس الإنفلونزا بيدمر الخط الدفاعي للرئتين، أو بمعنى تاني بيضعف المناعة، فالجسم بيبقى عرضة إن البكتيريا تهاجمه وتعمل له المشكلة دي. تاني حاجة، فاكرين الخفقان وألم الصدر وضيق النفس اللي جاله؟ دي من أعراض التهاب عضلة القلب، والمرض ده بيجي مع أعراض شبيهة بنفس أعراض أدوار البرد. الدراسات بتقول إن الفيروسات المسؤولة عن دور البرد ممكن تنتقل إلى القلب وتسبب التهاب عضلة القلب، بعد الشر علينا جميعا. أحمد شكر زوجته إنها أقنعته يروح للدكتور، وقضى فترة العلاج في المستشفى وخرج بالسلامة الحمد لله. بس القصة ما خلصتش لحد هنا. فاكرين البخاخ مزيل الاحتقان اللي أحمد بيستخدمه من وقتها؟ البخاخ ده سبب له ريباوند كونجيشن وزود تضخم الجيوب الأنفية عنده وعمل له إدمان، وهيضطر يفضل يستخدم البخاخ ده طول حياته لحد ما يحتاج عملية، وفي الغالب بتفشل برضه. ده مش تهويل، أنا للأسف بشوف الحالة دي عندي بشكل شبه يومي. ده غير إن جاله متلازمة ما بعد الفيروس، وهيفضل مرهق ومش عارف يركز لشهر أو 2 قدام، وجاله كمان كحة استمرت معاه شهرين حتى بعد التعافي. ده حرب يا جماعة بيننا وبين الفيروسات، مش مجرد دور برد. تعالوا بقى نحلل قصة أحمد كده ونطلع منها بالنقاط اللي لو عملتها هتقوي مناعتك لدرجة إن الفيروسات تخاف منك زي ما اتفقنا. أولا، لازم تفرق كويس جدا بين الأعراض العادية والأعراض اللي ممكن تبقى علامة على حاجة خطيرة بعد الشر، وهقول لكم دلوقتي على الأعراض اللي لو عندك مع دور البرد لازم تشوف دكتور. بالنسبة للكبار، ضيق التنفس، ألم في الصدر، لو عندك أمراض مزمنة أو أمراض مناعية أخرى، في حالات الحمل، في حالة وصول درجة الحرارة ل40 درجة، أو لو استمرت الحرارة لأكتر من 3 أيام، أو لو خفت الحرارة بس رجعت تاني بشكل أشد، عدم التبول أو التبول بكميات قليلة، شحوب الجلد والشفتين، عدم تحسن الأعراض لأكتر من 10 أيام. بالنسبة للأطفال، فقدان الشهية، عدم القدرة على الأكل، الترجيع، ولو عنده ألم في الأذن أو المعدة، البكاء أكتر من الطبيعي أو النوم أقل من الطبيعي، صوت تزييق أو حشرجة في الصدر أو صعوبة في النفس. هتقولي يا دكتور وأنا هحفظ الكلام ده كله إزاي؟ وهنا يجي دور مستشار الحرب بتاعك، صيدلي شاطر تكون بتثق فيه، قريب منك ومجاني، وهتستفيد منه في 3 حاجات. هيقولك إمتى تقعد في البيت وإمتى تروح للدكتور على حسب أعراضك، هيقولك إيه المدة المناسبة لكل علاج عشان مفيش حاجة تعمل لك تعود أو إدمان،
وتالت حاجة هيقولك على العلاج المناسب والتداخلات الدوائية على حسب حالتك الصحية، ولو بتعاني من أمراض مزمنة أو بتاخد أدوية تانية. مش صح خالص يا جماعة إن احنا نسيب مقدم خدمة صحية معتمد ومسؤول وبيعطيني نصيحة طبية متفصلة على مقاسي، ونروح ناخد النصيحة من صاحبنا اللي في الشغل اللي جرب العلاج وطلع حلو معاه، أو من دكتور على اليوتيوب. ثانيا، لما يجيلك دور برد لازم تبقى عارف انك محتاج تغذية كويسة وراحة ونوم كويس. انا عارف ان كتير مننا بيستقوى على نفسه، واغلبنا مش ماشي على نظام غذائي، ومعظمنا برضه مش بينام كويس. بس معلش، التلات حاجات دي ما فيهاش تنازل. احمد لو ما كانش راح الشغل تاني يوم وقعد يرتاح في البيت، اولا ما كانش هيترفد من الشغل، ثانيا كان زمان مناعته اقوى بكتير وكان قدر يحارب الفيروس وهو لسه في بداياته. كده قلنا اول حاجة هنتابع اعراضنا كويس جدا ونركز مع كل علاج بناخده، ونعدي على الصيدلية اللي تحت البيت وناخد رأي الصيدلي. تاني حاجة هناخد أجازة من الشغل ونهتم بالأكل والشرب والراحة. تالت حاجة بقى واللي برضه محدش بيتكلم عنها، اوعى تدور على الأعراض على جوجل. هتقولي ما تهزرش يا دكتور، ايه الأساس العلمي للكلام اللي انت بتقوله ده؟ هقولك ده في مصطلح علمي معمول عليه دراسات بتثبت علاقته بتأخر التعافي والتشخيص الخاطئ ومشاكل صحية كتير، اسمه سايبر كوندريا. هو المصطلح ده ملوش ترجمة بالعربي، بس معناه القلق الصحي الناتج عن البحث في الانترنت. وخد بالك، مهم جدا انك حابب تزود ثقافتك الصحية، ودي حاجة انا بحترمها فيك بما انك معايا في الفيديو لحد دلوقتي، ولكن في نفس الوقت لازم ما تاخدش اي قرار بخصوص صحتك غير بعد ما تستشير مقدم خدمة صحية بشكل مباشر، لان كل حالة غير التانية. وجزء من الثقافة الصحية السليمة إنك تبقى عارف إيه المعلومات اللي ممكن تعرفها من الإنترنت، وإيه المعلومات اللي لازم تسأل عليها مقدم الخدمات الصحية. رابعا وأخيرا، وسلاحك الأمثل ضد الإنفلونزا واللي بيقلل بشكل كبير جدا شدة المرض والمضاعفات بتاعته، لقاح الإنفلونزا السنوي. ده زي ما انت كل سنة بتجدد ترخيص العربية، لازم كل سنة تروح مشوار اللقاح ده، بالذات لو انت عارف ان الدور بيجيلك شديد او عندك امراض مزمنة تانية، او حتى لو انت شخص طبيعي بس بتحاول تحمي نفسك من المضاعفات اللي اتكلمنا عنها. وبكده نبقى عملنا كل اللي نقدر عليه عشان نقوي مناعتنا بدرجة كبيرة جدا بعيدا عن النصايح التقليدية. اشوفكم في الحلقة الجاية.